فيلمنا النهاردة بيبدأ مع بنت اسمها ليزا، وفجأة وهي ماشية لوحدها في الشارع في مكان فاضي خالص بتركن عربية كبيرة على جنب كده، وبينزل منها 2 مغطيين وشهم وبياخدوها بالعافية وبيرموها في العربية. والبنت بتحاول تصرخ وبتطلب المساعدة، ومش بتكون فاهمة ايه اللي بيحصل معاها أصلا. وللأسف بيضربوها لحد ما بيغمى عليها في الآخر. بعدها بفترة بتفوق وبتلاقي نفسها محبوسة في بيت من الأسمنت، ورجليها وإيديها الاتنين مربوطين، وفي طوق حديد ملفوف حوالين رقبتها، وحرفيا بتترعب جدا من المشهد اللي هي فيه. وفجأة بيظهر قدامها واحد لابس قناع وبدلة غريبة، ولما بتحاول تتكلم معاه بيمشي وبيسيبها من غير ما يقول أي حاجة، وبيحط كمان قدامها طبق أكل، بس بتتصدم إنه أكل كلاب. وللأسف بتقع بين عصابة كبيرة اللي بيخطفوا الناس وبيعملوا عليهم تجارب بشعة، ومع الأيام حالتها النفسية بتكون وحشة جدا، وحتى الأكل كمان مش قادرة تمد إيديها عليه. ده غير إنهم بيعاملوها زي الحيوانات بالظبط، وطبعا بيكونوا مضبطين المكان بطريقة احترافية، وحاطين كاميرات في كل حتة، وبيصوروا كل حاجة هي بتعملها ومتابعينها لحظة بلحظة. ولما بيجي وقت الأكل بيدخل شخص علشان يحط لها الأكل الجديد، ومش بيعلقش إنها ما أكلتش خالص، وبياخد الطبق القديم والجديد وبيمشي. وحتى لما بتطلب منه المساعدة ما بيردش عليها كالعادة، وبيبص لها بكل هدوء وبيخرج وبيقفل الباب تاني. وكمان كانوا بيتحكموا في حركتها عن بعد، وبيقدروا يسيطروا عليها حرفيا بطريقة كاملة. ولأنها مش بتاكل ولا بتشرب، حالتها الصحية بتسوء جدا، ومش بتقدر تتحمل، وبتتمنى تاكل أي حاجة وخلاص. وبتستنى ميعاد الأكل بفارغ الصبر، وأول ما بيدخلوا عليها بالطبق الجديد بيرموه لمسافة بعيدة عنهم، فبتبذل مجهود كبير جدا علشان توصل له، لدرجة إنها بتسحبه برجليها زي الكلاب، وبتاكل الطبق بالكامل من كتر الجوع. ومش بيكون فارق معاها خالص نوع الأكل في اللحظة دي، لأنها بتحاول تحافظ على حياتها بأي شكل. ولما بتحس إنها لسه جعانة بتفضل تخبط بالطبق على الحيطة وبتصرخ وبتتحايل عليهم يدولها أكل تاني. وطبعا بما إنهم بيتحكموا فيها بيعاقبوها بالكهرباء على كل حاجة غلط بتعملها، وفي الآخر بتضطر تستسلم للأمر الواقع وبيغمى عليها من كتر الألم، وبتفضل على الوضع ده لفترة طويلة. وفي يوم بتسمع صوت حد بيناديها عليها، ولما بتبص بتكتشف إن في واحد تاني في الأوضة اللي جنبها، وبيبدأوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض. وبتعرف إن اسمه آدم، وحصل معاه نفس اللي حصل معاها بالتفصيل. وبنعرف إن في 2 خطفوه من الشارع من غير ما يفهم هو رايح على فين. وفجأة ليزا بتحس إنها متخدرة، وبتعرف إنهم حاطين لها حاجة في الأكل علشان ما تقدرش تتكلم كتير، وكالعادة بتنام غصب عنها. وتاني يوم الصبح لأول مرة بياخدوهم بره المبنى وبيشوفوا الشارع وبيشموا هوا نظيف، وبتكتشف إن المكان كله محاط بأسيجة من الحديد، وفي كاميرات مراقبة في كل ركن حواليها، وبيطلبوا منها تجري غصب عنها، وبيتعاملوا معاها زي الكلب فعلا. وفي اللحظة دي بتخطط إنها تهرب، وبتحاول تشوف أي طريقة لده. وأول ما بتقرب من السياج بيبدأوا يكهربوها بالطوط الحديد اللي حوالين رقبتها، وبتفضل تتألم وتصرخ، وبتحاول تتماسك على قد ما تقدر وتوصل للأسيجة بأي طريقة. وأول ما إيدها بتلمس السياج بتتكهرب أكتر وبيغمى عليها وبتقع في الأرض. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في نفس الأوضة تاني، وبتعرف إنها مش هتقدر تخرج من هنا. وبتحاول تتكلم مع آدم، وبتتفق معاه إنهم يحطوا خطة مع بعض ويهربوا من هنا وينقذوا حياتهم من كل اللي بيحصل. وبيفكروا مع بعض بصوت عالي يمكن حد منهم يلاقي حل. وفجأة بيدخل عليهم واحد من الموظفين وبيحط لهم الأكل على الأرض كالعادة. وفي الأول آدم ما بيكونش عايز يأكل، وبيقول لها إنهم بيحطوا في الأكل مخدر علشان يقدروا يتحكموا فيهم. بس ليزا بترفض وبتصمم إنها تخلص الطبق، وبتشوف إنهم لازم ياكلوا علشان يفضلوا عايشين، ومفيش أي حل تاني قدامهم. ولما آدم بيصمم على موقفه بيدخل عليهم واحد بعدها بشوية، وبيكهربهم هما الاتنين لحد ما بيغمى عليهم، وبيفضلوا نايمين لحد تاني يوم. وبتحاول ليزا تطمن على آدم، ومش بتكون عارفة توصله، لأن في أوضتين فاضيين بينهم، وأكيد متعمدين يعملوا كده علشان تبقى في مسافة بعيدة، ومحدش طبعا يقدر منهم يوصل للتاني بسهولة. وفي نفس الوقت بيراقبوا كل سلوكهم وتصرفاتهم، وبيدرسوهم كويس جدا، وبيشوفوا نتيجة اللي بيحصل على سلوكهم والتغيرات اللي بتحصل معاهم. ولما الأكل بيجي بيقرروا يستسلموا ياكلوا، وبيكونوا مبسوطين المرة دي وبيستمتعوا بوقتهم. وأول ما الطبق بيخلص المخدر بيعمل مفعوله وبيغمى عليهم زي كل يوم. والغريب إنهم لما بيفوقوا المرة دي بيلاقوا نفسهم في أوضتين جنب بعض، فبيستغربوا جدا، بس في نفس الوقت بيفرحوا لأنهم هيقدروا يتقربوا من بعض أكتر. ومع الأيام بيحبوا بعض جدا وبيتقربوا من بعض،
وفي نفس الوقت بنشوف شخص اسمه جورج قاعد بيراقبهم وبيغضب جدا من قربهم، وبيطلب من الحارس يروح يبعدهم عن بعض بالعافية، وطبعا بيخافوا يتكهربوا وبيسمعوا الكلام في ثواني. وفي اللحظة دي ليزا بتحس إنهم كده كده هيموتوا، ومفيش أي حاجة يخسروها في مكان زي ده، ولازم يحاولوا بكل الطرق يخرجوا من هنا حتى لو التمن هيكون موتهم، بدل ما يفضلوا قاعدين مستنيين الموت بنفسهم. وبتقنعه يحاول يفك الأسورة اللي على رقبتها بأي طريقة، وبيفضل جورج يصرخ في وشهم وبيتكلم معاهم بصوت عالي وبيغضب جدا، لدرجة إن آدم بيحاول في الآخر وبيرجع في كلامه وبيبعد عن ليزا. ولما بتفضل تتحايل عليه جورج بيكهربها وبيحاول يتحكم فيها لحد ما بتهدى غصب عنها. وأول ما بيجي ميعاد الأكل بياكلوا هم مبسوطين جدا، وبيخلصوا كل الأطباق بتاعتهم، وبيفضلوا يتكلموا لحد ما بيغمى عليهم بسبب المخدر. وبتبدأ ليزا تشوف هلاوس وهي نايمة وبتتأثر بيها جدا، ولما بترجع لوعيها بتشوف واحدة واقفة قدامهم، وبيستغل آدم الفرصة، وأول ما بتتقرب عليه بيضربها بكل عنف لحد ما بيغمى عليها وبتقع على الأرض. وبياخد المفتاح وبيفك الأسورة بتاعت ليزا بسرعة، وكل اللي بيقدر يعمله إنه يفك السلاسل، وبيضغط عليها وبيقول لها إن ده الوقت المناسب وإنها فرصة مش هتتكرر، لحد ما بتوافق إنها تهرب معاه. وأول ما بيلف وشه بتضربه على راسه بكل قوة وبيغمى عليه، وبتبص للكاميرات وبتقول كلام غريب جدا. وبعدها بشوية الموظفين بيدخلوا عليها وبياخدوها لمكان تاني خالص، وبيحطوها في أوضة وبيقدموا لها حاجة تشربها. وبيدخل جورج يتكلم معاها لأول مرة، وبيجيب معاها الدكتورة اللي بتعمل كل التجارب، وبيشرح لليزا إنه نفس الشخص اللي بيتكلم معاهم في الكاميرات طول الوقت، وبيطلب منها تهدى شوية علشان يعرفوا يتكلموا. وبنكتشف حاجات كتيرة أصلا عن ليزا في الوقت ده، وإنها أصلا مريضة عقليا وخطيرة جدا، وكل ما تتعلق بحد وتحبه للأسف بيسيبها. وآخر شخص ارتبطت بيه اتعلقت بيه قوي وصممت تفضل معاه بالعافية، ولما حاول يسيبها خلصت عليه بكل سهولة وقتلتها بطريقة وحشية، ونقلت لبلد تانية وغيرت اسمها علشان محدش يعرف يوصل ليها. وعلشان كده جابوها بالذات لهنا وحطوها مع آدم لوحدها علشان تبدأ تطلع عقدها النفسية تاني لما تتعلق بيه، وهي بنفسها اللي مش هتوافق إنه يهرب علشان يفضل معاها. وبتتفق معاهم إنها تفضل على شرط إنهم ما يبعدوش آدم عنها. وبنكتشف إنهم خاطفين ناس كتيرة جدا وكلهم حالات متشابهة، واللي بيوافق يتعاون معاهم بيكون مريض نفسي وبيوافق على كل الشروط بكل سهولة. وبتخطط ليزا إنها تاخده وتهرب وتعدي السياج بسهولة، وطبعا هيعتبرها بطلة ومش هيقدر يتخلى عنها أبدا، وهيفضل معاها للأبد غصب عنه. وعلشان كده متحملة كل اللي بيحصل معاها، وعندها استعداد تعمل أكتر من كده كمان، لأنها مريضة وبتتعلق بالناس. وبتتكلم رئيسة المختبر مع جورج وبتلومه لأنه مش قادر يسيطر كويس وفي مشاكل كتيرة في المكان، وبتطلب منه يحل كل حاجة في أسرع وقت ممكن بدل ما يتعاقب. وفي الآخر جورج بيتفق مع ليزا إنها ترجع مكانها وتفضل تمثل على آدم، وينفذوا الخطة بتاعتهم زي ما متفقين بالظبط لحد الآخر. وفعلا بتدخل وبيربطوها مكانها تاني، ولما آدم بيفوق بيتكلم معاها وبتشرح له كل اللي حصل، وإن في حد من الموظفين دخل عليهم وضربهم هما الاتنين، وعلشان كده بقى ملحقوش يهربوا. وبتوعده إنهم يهربوا من هنا بأي طريقة، وإنها تساعده مهما كان الثمن. وفعلا تاني يوم الصبح بيخرجوا من المبنى وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا للسياج. وطبعا على حسب الخطة السياج مش بيكون متكهرب، وبيقدروا كمان يعدوا السياج بكل سهولة. وفجأة الطوق بتاع ليزا بيبدأ يخنقها ومش بتقدر تتنفس وبتقع على الأرض. وبيحاول آدم يساعدها على قد ما يقدر لأنه بيحبها بجد ومش قادر يتخلى عنها، وبيجري عليها وبيرفض إنه يهرب لوحده لحد ما بيتعب هو كمان وبيغمى عليهم هما الاتنين. وبعدها بشوية جورج بياخده وبيربطه على سرير غريب في أوضة لوحده، وبيفضل يحقنه بشكل مستمر. وبسبب الحقنة بيشوف هلاوس غريبة جدا ومرعبة ومش بيقدر يسيطر على نفسه. وبيروح لليزا وبيحقنها هي كمان بنفس المادة، وبتشوف أحلام غريبة جدا وكل أحلامها بتكون مع آدم. وهنا بقى كانت الصدمة، لأن جورج بيضحك عليها وبيخالف الاتفاق اللي بينهم وبيلعب بيها طول الوقت من غير ما تعرف، وده كمان كان بيزود جرعات المخدرات في أكلها. وأول ما بيغمى عليها بيعمل فيها كل اللي هو عايزه من غير ما تحس. وطبعا مفيش أي حد من المختبر عارف اللي بيحصل. وأول ما جورج بيروح علشان يستريح الدكتورة بتلاحظ إن الكاميرات كلها مقفولة، وساعتها بتحس إن في حاجة غلط. ولما بتدور كويس بتتصدم من وضع ليزا وبتفكها بسرعة هي وآدم وبترجعهم للأوضة تاني. ولما جورج بيرجع وبيشوف الكاميرات وبيلاقيهم مع بعض بيتضايق جدا وبيغضب، وقبل ما يتخانق معاها بتشرح له إنها عارفة كل خطته بالتفصيل، وبتهدده وبتقول له إنها بلغت رئيسة المشروع بكل اللي بيحصل وإنها جاية
جاي في الطريق وهيتعاقب على اللي عمله. وأول ما المديرة بتيجي بتتخانق معاه فعلا، وبتشوف إنه خالف القانون والخطة اللي هم عاملينها للمنظمة بتاعتهم، وإنها ما طلبتش منه يحط لهم مخدرات، وبتوقف التجربة كلها غصب عنه. وبتقرر تتكلم مع ليزا لوحدها وبتقنعها تتخلى عن آدم لأنه ضحية زيها ولازم يرجع على حياته الطبيعية مرة تانية. وبتهددها إنها تبلغ الشرطة عنها لأنهم بيدوروا عليها في كل مكان. وطبعا بتغضب ليزا جدا في اللحظة دي وبتتحول لشخص تاني وبتهجم على الدكتورة وبتحاول إنها تخنقها. وللأسف بتقدر تخلص عليها وبترميها في التلاجة. وبتتكلم معاهم في الكاميرات بصوت عالي وبتشوف إنها حلت المشكلة بطريقتها، ودلوقتي محدش هيقف في وشهم تاني ويقدروا يكملوا التجربة للآخر. وبتدخل الدكتورة تتكلم معاها وبتحاول تهديها على قد ما تقدر، وبتقول لها إن آدم بيحبها فعلا وإنها لازم تسيطر على غضبها شوية. وبنكتشف في الآخر إن ليزا هي اللي عاملة كل ده، وهي اللي مختارة التجربة دي من الأول، وبتنقي الرجالة اللي عايزة ترتبط بيهم وبتجيبهم لحد هنا بالعافية علشان ترتبط بيهم من غير ما يحسوا. ولما بترجع على مكانها تاني وآدم بيفوق، بتتكلم معاه وبتقنعه إنهم لازم يهربوا على طول. وبيدور جورج في الكاميرات كويس لحد ما بيعرف مكان الجثة، ولما بيروح علشان يطلعها بيتصدم إنها لسه عايشة، وبتتحايل عليه إنه يساعدها وحالتها بتكون وحشة جدا. وقبل ما يفكر هيتصرف إزاي بيقع عليها صندوق ضخم وبتموت في الآخر. وبعدها بشوية الدكتورة بتدخل وبتتصدم لما بتشوف الجثة مرمية على الأرض وبتترعب. وقبل ما تصرخ جورج بيلحقها وبيحقنها بسرعة وبيغمى عليها. وفي نفس الوقت ليزا بتحاول تفك آدم بالمفتاح اللي معاها، وبيستغرب آدم هي جابت المفتاح أساساً منين. فبتحاول ليزا تهديه وبتطلب منه ما يفكرش في أي حاجة، وده لأن مفيش وقت ولازم يهربوا دلوقتي. وفي الوقت اللي بيحاولوا يهربوا فيه جورج بيشوفهم في الكاميرات وبيضغط عليهم بالطوق وبيفضل يعذب فيهم لحد ما بيتعبوا وبيغمى عليهم. ولما آدم بيفوق بيلاقي نفسه مربوط على كرسي، والدكتورة قاعدة قدامه وبتكون مربوطة هي كمان، والباب مقفول عليهم. وبتقرر تعترف له بكل حاجة، وإن ليزا هي اللي مخططة لكل ده من البداية. وبيتصدم آدم لما بيعرف إن ليزا ليها علاقة باللي بيحصل معاه، وإنها مريضة نفسياً، وعلشان كده كانت معجبة بيه وبتحبه، فخطفته وجابته هنا علشان يقدر يشوفها ويحبها ويتعلق بيها من غير ما يحس. وعلى حسب الخطة كان المفروض يحبوا هما الاتنين بعض ويهربوا في الآخر كالعادة، بس للأسف كل حاجة اتغيرت بسبب تدخلات جورج. بيغضب آدم جدا لما بيعرف كل ده وبيفضل يصرخ وبيناديها عليها بصوت عالي. وفي نفس الوقت هي مربوطة على كرسي وقاعدة قدام الكاميرات بالعافية وبتشوف كل اللي بيحصل. وطبعا بتغضب إن خطتها فشلت وإنها اتفضحت قدام آدم ومش هتقدر تسيطر عليه مرة تانية، لحد ما جورج بيدخل عليها وبيقول لها إنه بيحبها ومتعلق بيها وعنده استعداد يطلعها من هنا على شرط تفضل معاه وتنسى كل اللي هي بتعمله، وبيوعدها إن كل ده يفضل سر بينهم ويساعدها علشان تتحسن. ولما بترفض وبتصمم إنها مستحيل تحبه بياخدها للمكان اللي محبوس فيه كل الضحايا وبيقرر يسلمها ليهم وياخدوا حقهم بنفسهم وينتقموا منها. وفي اللحظة دي بتتحايل عليه يخرجها من هنا، وفي المقابل هتوافق على كل اللي هو عايزه، وآخر طلب ليها إنها تشوف آدم وتتكلم معاه بنفسها. ولما بتدخل وبتتأكد إنه خلاص بقى بيكرهها ومستحيل بيحبها تاني بتتجنن أكتر من الأول بكتير، وبتاخد جهاز التحكم من جورج وبيشترط عليها إنها تخلص على آدم والدكتورة صاحبتها قبل ما يخرجوا من هنا. وفي اللحظة دي بتتحيل تتصرف إزاي، وبيصعب عليها آدم جدا ومش بتكون قادرة تقتله بإيديها، وبتحس إنها مشتتة وبتحاول تقنع جورج يسيب صاحبتها على الأقل لأنها ملهاش أي ذنب في أي حاجة. وبيرفض جورج يسيب أي دليل وراه، والمصيبة الأكبر إنه بيفعل كل الأطواق وبيبدأ يميتهم واحد ورا التاني علشان يخلص على كل اللي موجودين في المكان ويحرقوا باللي فيه ويتأكد إن مفيش أي دليل. وبعدها آدم كمان بيموت، وبيتصدم جورج إنه فعل الطوق بتاع ليسا كمان بالغلط، وبتبدأ تتخنق، فبيحاول ينقذها بكل الطرق. لكن ليزا بتستغل الفرصة وبتهجم عليه وبتسحب المفتاح بالعافية بعد ما بتضربه، وبتحرر نفسها وبتاخد صاحبتها وبتهرب بسرعة. وبيجروا يستخبوا في مكان آمن، ولما جورج بيدور عليهم بيلاقيهم بكل سهولة. وأول ما بيقرب من ليزا صاحبتها بتيجي من وراه وبتضربه بسرعة، وبيربطوه هما الاتنين بالسلاسل وبيحطوا على رقبتهم نفس الطوق، وبيبدأوا يعذبوا فيه بسبب كل اللي كان بيعملوا فيهم.
وبيموت في الآخر بطريقة وحشية جدا. وهنا بقى كانت الصدمة الكبيرة، لأن ليزا بتقرر تتخلص من صاحبتها كمان، وده لأنها بتخاف تبلغ عنها وبتقتلها وبتاخد لبسها والهوية بتاعتها وبتقرر تعيش وتبدأ حياة جديدة باسم صاحبتها. وقبل ما تمشي بتولع في المبنى كله وبتروح تدور على الضحية الجديدة بتاعتها. ولحد هنا بتنتهي أحداث قصتنا النهاردة.